سلام البنات، ان شاء الله تكونوا في احسن احوالكم وبصحة جيدة. جبت لكم وصفة كيك يومي روعة روعة، من اروع ما جربت. خفيف ريشة. هنعطيكم المكون السحري اللي يخليه بهاد الخفة. تابعوا الفيديو للاخير وفرجة ممتعة. في مقادير الوصفة عندنا 3 بيضات بحرارة الغرفة، نديروا لهم قرصة ملح وملعقة صغيرة من الفاني. نخلطوا نطلعوا صح البيض وحده، وبعد نضيفوا السكر على 3 دفعات حتى يصبح الخليط نوعا ما أبيض. بالنسبة للوصفة هذه بالذات ممكن تستغنوا على البطيخ، تخدموها بالخلاط اليدوي هتنجح معاكم وهتعطيكم نفس النتيجة. هنا نخلط منيح حتى السكر تاعنا يذوب معنا، وبعد نضيفوا نصف كاس من الزيت. الزيت نضيفوه على كذلك على الدفعات، نتأكد بلي الزيت دخل مليح به نضيفوا المكونات الأخرى. وصفة متأكدة باللي حتعجبكم إذا جربتوها وحتعتمدوها يوميا، يعني بشكل يومي حديروها لولادكم ولا لأفراد عائلتكم، لأنها سهلة وحتجي البنة والخفة ما نحكي لكمش. وهنا نروحوا للمكون السري اللي خلاها طرية من داخل وتجي مفشفشة، هو نصف كاس من الليمون، ممكن عوضوه بنصف كاس من البرتقال. كذلك هنا حنضيف واحد المكون الآخر اللي هو ملعقة من مربى المشمش، وكذلك اختياري ملعقة من المكسرات حتى لو كانت كاوكاو. نخلط مليح ونروحوا هنا في المقابل الفرن تاعي شاعل على درجة 160-170. نروحوا للفرينة اللي هي 200 جرام من الطحين الأبيض قابلها باكي من خميرة الحلويات. ضروري جدا نغربوا الفرينة. هنا نتاكد مليح بالفرينه دخلت بها. في المقابل عندي المول تاعي راني دهنته بشويه زبده ودرت له شويه فرينه باه ما تلصقش معايا. فقط المول ما لازمش نحطوه في المول تاع كيك هذاك ولا حاجه. دوك نعطيكم المول كيف زيه. اللي ما عندوش المول هذا ممكن يحطه في السنيوه تاع قلب اللوز الصغيره لانها حتجي واطيه مش عاليه. فوالا هاوليكم المول اللي انا دهنته. فوالا نحطها نفرخها كاملة ونحطها في الفرن الطيب كما سبق وذكرت على درجة 170-180 درجة. هنا شوفوا بعد ما طابت هذيك اللون الذهبي الرائع جدا، جيب ملعقة كبيرة جدا من مربى المشمش، كونوا كرماء، ندهنوها مليح كم الفو يعني. هذا حتى هي وهي سخونة باه تشرب هذيك المربى وتجيكم طرية ما تقدروش حتى تهزوها. كما سبق وذكرت وصفة رائعة جدا. ونزينوها بتزيين حسب الذوق ولا حسب واش كاين في الدار. انا كان عندي رقائق اللوز، ممكن تزينوها بالكاوكاو لكن امكن عندكم، وممكن تخلوها كيما هكذا تغربلوا عليها شويه سكر جلاس وانتم ماكلينها عادي. انا عملت لها هاد اللوز وعملت لها قليل من في الاخير يعني شويه هكذا شويه من سكر جلاس يعني لاضافه اللون فقط. وهذا من السيغيز هذوما فوالا للتزيين يكسر اللون. فيديو اليوم انتهى. نقول لكم شكرا لكم، ترقبوا مني المزيد من الوصفات. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.